السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير ويلقاكم هاد لا فيديو بخير وعلى خير. ما نطولش عليكم، اليوم جيتكم بوصفة تاع كسرة الرخسيس ولا كسرة فطير، كل واحد وش يسميها، بمقادير مضبوطة تجي تذوب في الفم وما تكسرش معاكم في الطاجين. وتاني جيتكم يعني راح نديرو مقادير تاع 2 خبزات مليحة. هاد الكسرة رمضان مع شوربة ولا تجي بزاف بنينة. المهم خياتي ما نطولش عليكم، ما تنساوليش هذاك الجام وتسهلكم الايام وتعليق شباب هكا باش تحفزوني ونزيد نبارطاجي معكم عديد من الوصفات. هنايا استعملت سميد مشكارة ديريكت، حطيت 4 كؤوس من السميد، يعني ما هو رطب ما هو متوسط، يعني ما ديروش رطب وما ديروش متوسط، يعني مشكارة ديريكت انا درتو. وهنايا عندي لكل كاس سميد نحط له مغرف صغيرة ملح كما راكم تشوفوا. هنايا ملعقة صغيرة هذيك تاع القهوة ماشي تاع التحلية. المهم خياتي هاد الكسرة تجي بزاف بنينة وتوالم الشوربة، يعني تاكلوها في رمضان مع الفطور ومامتو بمقادير مضبوطة. وراح يعني يديروا لك هاد المقادير 2 خبزات كما قلت لكم. تاني عندي الكل كاس تاني ملعقة صغيرة خميرة الخبز و2 ملاعق سكر. وهنايا عندي شوية جلجلان وشوية سانوج يجي بزاف بنين، يعني يعطي بنا للكسرة ديالنا. نخلطو النواشف تاعنا هكذايا. ابخي نجيبو هنايا نص كاس زيت ونبسو هذاك السميد كما راكم تشوفوا. هنايا نبسوه بهذا الشكل. ندخلو هذاك السميد في الاخر في الزيت عفوا في السميد ديالنا بهذا الشكل. ابخي نجيب هنا الكاس الاول تاعي تاع الماء ونبدا نحط بالعقل هكذايا ونشوف بيدي، يعني هاد الكسرة ما نعجنوها ما والو، يعني غير بيدينا هكذايا نليموها وراح تجي كسرة اون ديغي غاتو. تبعوا الوصفة من الاول للاخير هكا باش تنجحوا في الوصفة، سورتو المبتدئات اللي ما تنجح لهمش الكسرة وتتفتت لهم في الطاجين ولا تكسر لهم في الطاجين. تبعي الوصفة ديالي مستحيل راح تكسر لك في الطاجين. المهم نتستيو العجينة تاعنا هكذا ونشوفوا اسكو خصها الماء ولا لا. هكذا نعجنوها مليح، يعني هنايا نشوف اسكو نزيد لها الماء ولا لا. هنايا زدت لها شوية برك ماء. المهم انايا دات لي كاس وربع ماء، وانتوما على حساب السميد ديالكم اسكو يشرب ولا ما يشربش. المهم نتوما ما ديروهاش طريه بزاف، يعني ما تجي يابسه بزاف ما تجي طريه بزاف. بهذا الشكل ليموها برك. هكذايا ابخي اشوفوا، يعني وريتلكم شحال اخذ لي الماء، يعني الكاس الاول درتو كامل والكاس الثاني درت منه غير 4 كاس. هنايا نقطعوها شويه هكذايا بيدينا، يعني ما نقطعوهاش بزاف غير شويه برك كما راكم تشوفوا. ونليموها يعني هكذايا باش تعطينا وجه برك شباب بهذا الشكل. ونحطوها يعني ترتاح ما بيد نديرو الطاجين تاعنا يسخن. هنايا ما بيت سخن لي الطاجين ديالي، جبتها وقسمتها على 2 بهذا الشكل ونسيي نشكلها على شكل يعني خبيزة هكذايا. ودبزوها هكا بيديكم هكا باش ما تشققش معاكم في الاطراف بهذا الشكل. ماما يوصلتكم المعلومه. ونسيو نحلوها بالحلال ديالنا على شكل دائري، توجور حلو على شكل دائري هكا باش تجيكم الخبزه مدوره وشابه كما راكم تشوفوا هنا بهذا الشكل. يعني طريقة بسيطة ومقادير بسيطة وانتي درتي فيها فطيرة بزاف بنينة ولا كسارة رخصيص، يعني قلت لكم كل واحد وش يسميها تجي بنينة مع الشوربة وبمقادير مضبوطة. راني درت لكم يعني مقدار 2 خبزات، وانتم اذا حبيتوا ديروا مقدار خبزة نقصوا ديروا 4 كاس زيت وديروا 2 كيسان سميد
هكذا بهذا الشكل. وهنايا نجي نثقبها بالفرشيطة كما راكم تشوفوا هنا هكذايا، وندي نطيبها. بعد ما كنت سخنت الطاجين ديالي، نتوما من الاحسن ديروا طاجين تاع اللي عندها طاجين تاع الطين تجي بزاف مليحه، مام هكا تجي هايله. انا عندي هاد الطاجين يعني طيبت فيه عادي هكذا. نسقموها بيدينا، ملي ما تخافوها ما والو، كيما ديروهاش طريه راح تقدروا ترفدوها فاسيلمون هكذا. ومن بعد كي نشوفها يعني حمارت لي نطيبها نقلبها عفوا، ونزيد نطيبها من الجهة الثانية بهذا الشكل، ونقعد نقلب فيها حتى تاخذ لي يعني تحميرة في كامل الخبزة بهذا الشكل. هكذا. وهنايا شوفوا لي كيفاش طابت. الله الله حميمة، كنت حنقسمها ومن بعد قلت نوريها لكم قبل. شوفوا لي كيفاش طابت، يعني جات ما شاء الله، وجو خبزات يعني كبار ماشي صغار ويشبعوا. شوفوا لي كيفاش طابت ما شاء الله حميمة. الله الله، جات اونديغي غاتو، يعني الصورة راهي تعبر عن نفسها. تجي من برا مقرمشة ومن الداخل أطرية. تجي بزاف بنينة هاد الكسرة، قد ما نشكرها قليل يعني في وقفة توجدوها. هنا يعني قسمت معاكم باش تشوفوا كيفاش جات. دوك نقسم لكم وحده وتشوفوها. شوفوا لي كيفاش يعني جات. انا وليدي راه غير يستنى وقتاش نعطيلو. المهم خياتي شوفوا لي جات يعني بزاف طريه وهايله، توالم للشريبات، توالم لاسوب. المهم خياتي وصلنا لنهايه لا فيديو. نتمنى منكم تدعموني وما تبخلونيش بهذاك الجام، وخلوا لي كومونتير يحفزني. المهم خياتي نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. صحه فطوركم.